سلام يا صبايا، يا رب تكونوا بخير وانتم بتحضروني. لو اول مره بتزوروا قناتي، انا اسمي ملك. ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وتنزلوا تحت تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لو لسه ما اشتركتوش. ويلا نبدا بالوصفه على طول. هنعمل اليوم مع بعض كيكه الشوكولاته، غرقانه شوكولاته. هنعملها بالمي المغليه، طريقه كتير سهله. ودايما لما بينحط المي المغليه على الكيك او الحليب المغلي بيعطي هشاشه للكيك بطريقه ما بتتخيلوها. هعمل معاكم مرة تانية كيكة الحليب المغلي، بس خلينا نبلش بكيكة الشوكولاتة. عندي 100 مل من المي السخنة، ما يعادل نص كوب. عندي كوب طحين، كمالة الكوب معلقتين من الكاكاو. تمام. عندي نص كوب من السكر، ربع كوب من الزيت النباتي، معلقتين بيكنج باودر، عندي معلقتين صغيرة من الفانيلا وبيضتين. تمام. هلا المكونات مقسومه عندي لقسمين، هلا بتشوفوا كيف. اول شي حطيت البيض وضفت الفانيلا والسكر وحخفق بسرعه عاليه. تمام. هلا اوكي، الفيديو بسرع بس انا مشغل الخلاط على السرعه العاليه. تمام. هلا بضل اخلط فيه صبايا ليتكون معاي خليط لون ابيض ابيض ابيض. هلا بتشوفوا كيف. هلا انا خصوصا الكيك بحب اعطيكم تفاصيله، وبحبش اختصر منه كتير، لانه كتير في ناس بتعاني من موضوع انه ما بيزبطش معاها. من اسباب نجاحه هو انه ينخفق كتير. شايفين المي بتغلي، يعني قلبت معي وضفتها على طول. نص كوب صبايا، ما يعادل 100 مل. تمام. اول ما بتضيف المي السخنه رح يتكون عندك هاي الرغوه. هنضيف الزيت انا ما بضيفه بالبدايه ابدا. تمام. بضل اخفق فيه صبايا بعد ما ضفت الزيت، يعني مجرد دقيقة مش اكتر، ليتكون عندي رغوة بشكل ملحوظ. شايفين كيف؟ يعني الكثافة صفت عندي ضعفين. هلأ بنخل الطحين مع معلقتين من الكاكاو الخام والبيكنج باودر مع بعضهم. تمام. هلأ بالنسبة للطحين أنا الكوب المعياري ناقص معلقتين من الطحين، استبدلتهم بمعلقتين من الكاكاو. تمام. ضروري صبايا نخلط طحين. يعني أكثر من مرة حكيت بكذا فيديو لإلي إنه هو بيساعد على إنه الكيكة ترتفع بشكل أفضل، بيخلي الرطوبة تطلع من الطحين بسبب التخزين. تمام. وعشان كمان برضه نتخلص من أي تكتلات موجودة ممكن تعمل لنا هيك أشياء مش حلوة بالكيكة. هلا ضفت الملح. تمام. وبكمل خفق. هلا بمجرد اي كيكه بتعملوها ضفت الطحين، هي يعني ما تكتروا خفق بالخفاقه، دقيقه واحده بس تندمج كل المكونات مع بعض. بنكمل بالسباتيولا، بالمعلقه الخشب، باي اداه موجوده عندك، ما في اي مشاكل. المهم مش بالخفاقه. شايفين هديت الكيك، خفت الرغوه او خفت التكاثف. تمام. هلا حاخد قالب بايركس دهنته انا بالزيت ومبطنته بالطحين. تمام. اي انا ماخده البايركس المقاس الوسط، احنا عندنا 3 احجام، كبير وسط صغير، انا ماخده الوسط. دخلت الكيكة على الفرن على الرف الثاني من تحت على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة، وممكن ياخد معكم 35. تمام. هلا هاي القاعدة من الكيك فيكم تستخدموها لأي نوع حلو بينحط فوقه أي شيء، كريمة أي شيء يعني بتشوفوه. يعني هي مجرد قاعدة احنا دايما بنعملها لما بدنا نحط فوق شيء. هلأ بس أنا خزقتها بالعود الخشبي. عندي كوب من الحليب مع معلقتين من الكاكاو المحلى، شربت فيه الكيكة. لو عندك وينر أو هذا نسكويك، لو مش موجود فيكم تعملوا كاكاو وتضيفوا له معلقتين سكر برضه بيمشي الحال. شلته على جنب، تركته ليبرد. عندي هون معلقة من النشا ومعلقتين من الطحين على 2 كوب ونص من الحليب البارد. تمام. او بدرجة حرارة الغرفة. حطيت لهم 3 معالق كبار من السكر او حسب ما بتحبوا السكر، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام. تمام. على البارد بحركهم كتير كتير منيح لأتأكد بس انه ما في اي تكتلات، ولو حسيتوا انه التكتلات زيادة تخلطوا بالخلاط الشاف وبيمشي الحال، وبترجعوه على الحلة او الطنجرة او اي وك انتم بتستخدموه
وبتحطوه على الغاز. بضل احرك فيه على الغاز لما يتماسك معاي الخليط تماما. شوفوا كيف بيتماسك معي بهاي الطريقة، شايفين؟ اول ما بشيله عن الغاز صبايا بضيف معلقة كبيرة من الزبدة، تمام، وبحركها. طبعا الزبدة بتعطي قوام لأي بودنج انتو بتعملوه بطريقة هيك ما بتتخيلوها. سبق برضو حكيت لكم هاي المعلومة من قبل. هلا رح اضيف معلقة من النوتيلا، اختياري هاي المعلقة، يعني لو مش موجودة عندكم ما تتقيدوا فيها. هلا صبايا بضلني احرك فيه لأتأكد انه الزبدة دابت تماما واختفت. انا بس لاني حطيتها باردة طلعتها قبل بوقت، بس ما صارت بدرجة حرارة الغرفة بسرعة لانه الدنيا لساتها برد. هلا انا حطيت البودنج فوق الكيكة على طول، شايفين؟ لا خلطتها بخلاط ولا اي شيء، لا ضفت لها قشطه لا ضفت لها كريمه. وعلى فكره انا قبل هالمره مسوياها بالقشطه ومسوياها بالكريمه، ما فرقت معاي ابدا ابدا والله العظيم يا صبايا. يعني اعتمدوا او يمكن اللي جربها يجرب هاي الطريقه ويحكي لي كيف. شايفين صبايا انا بس بساوي الوجه كلياته وبدخلها على الثلاجه لما تتماسك تماما. تقريبا حتاخد لها من ساعتين لاكتر. تمام. هلا انا عندي هون شوكولاته مبشوره، اي نوع بتفضلوه، جالاكسي، اي نوع موجود عندك تتقيديش. وزينت فيها الوجه كيف ما انتم شايفين. يعني صبايا ولا اسهل ولا اروع. اي صبيه عم تتعلم جديد هلا فيها تقوم تعملها، تمشي معي خطوه بخطوه، وعن جد رح تحصلي على نتيجه خرافيه. يعني بصراحه انا عملتها خلصت، زوجي وولادي طلبوها مني مرة تانية، متخيلين؟ والله العظيم يا صبايا طعمها خرافي، اشي ما بتتخيلوه. بعد ما مرق ساعتين طبعا انا قدمتها وقطعتها. شوفوا بس بدي افرجيكم قديش متماسكة، شايفين؟ يعني طعم مذاق ريحة يعني ولا أروع. هلأ بس معلومة صغيرة بدي أحكيها. هلأ إحنا ضفنا المي على خليط الكيك، المي السخنة، لأنه أصلا إحنا بدنا نشرب الكيكة بالحليب، فبدنا نحط حليب بالكيك ونرجع نحطه على نسقيها بالحليب، بصير الحليب مبالغ فيه. فلا انتو سووها بمي سخنة، تمام. والمي السخنة يا صبايا هيك بتعطي هشاشة للكيك بطريقة فظيعة. بس يا هيك بيكون خلص معنا الفيديو لليوم. يا رب يكون عجبكم. انا حترك لكم رابط جروبي فيسبوك تحت بصندوق الوصف، وحكتب لكم جميع المقادير. بشوفكم ان شاء الله على خير بفيديو كتير قريب، وباي باي.